حلولة اتصدم طيبة بنت روبي شبه باباها جدا المخرج سامح عبد العزيز. روبي قررت انها تغني مع بنتها طيبة في حفلتها على المسرح، وقالت اشمعنى احمد سعد وتامر حسني يطلعوا ولادهم، انا كمان هغني مع بنتي. طيبة طلعت اسم على مسمى، طيبة جدا وكيوت وبتربيها 10 مرات، على غير اللي احنا متعودين عليه واللي احنا بنشوفه. اخيرا حد سوي ومحترم. طليقة المخرج سامح عبد العزيز كتبت البوست ده حلو جدا على طيبة، وقالت اخت بناتي واخر العنقود. لوجين اللي طلعت مع عمرو دياب بتعمل كده لولا البنات مضت مع مسلسل العوضي في رمضان اللي جاي. ده اخر ظهور لاسماء ابو اليزيد، طلعت حامل في بنوته. قالوا لي اتصدم بجد، وحياة ربنا انا اتفاجئت النهارده ان جاله فهمي توفت. لما لقيت الخبر ده نازل ونقيب الفنانين الدكتور اشرف زكي هيتخذ الاجراءات القانونيه ضد حد كتب بوست مش حلو عنها. بعد كل السنين دي اخيرا ياسر جلال ورامز جلال هيعملوا فيلم جديد مع بعض. طلعوا مع بعض بس مشهد واحد في فيلم رامز اللي هو سبع البرومبا. مش متخيله برضو خالص ان ياسر جلال لحد دلوقتي اخوه بيعمل اكتر برنامج ناجح في رمضان واكتر برنامج بيدي فلوس في رمضان وهو ما بيروحش. الفنانين كلهم بيروحوا وبيقولوا ان هم بيروحوا عشان ياخدوا فلوس.